السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة وصفات هداية. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أتم الصحة والعافية يا رب. اليوم فيديو جديد غادي نقدم لكم واحد السلطة رويال. ما غاديش نطول عليكم بزاف ونخليكم مع المقادير، وما تبخلوش عليا باللايكات تاعكم وبارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم الفائدة. وغادي نبداو على بركة الله. كما كتشوفوا عندي هنايا اللوبيا اللي سبق ليا وسلقتها، وعندي ابزار، ملح، وعندي الثوم محكوك وقزبر ومعدنوس والقليل من الزبده والزيت النباتيه. كما كتشوفوا درت واحد الملعقه ديال الزبده في المقلاة من بعد ما سخنات، وضفت عليها القليل من الزيت النباتيه. كما كتشوفوا ممكن تعوضوها بالزيت، زيت العود. انا درت غير الزيت النباتيه. ودرت هنايا واحد نص معلقه ديال الثوم اللي حكيت، وغادي ندي ونجيب هذاك الثوم والزيت والزبده حتى يندمجوا ليا كما غتشوفوا معايا. ومن بعد ما ندمجوا ليا العناصر، دابا غادي نضيف واحد رويس معلقه كما كتشوفوا ديال ابزار اسود، والملح على حسب الذوق كما كتشوفوا معايا هانتوما. وغادي نضيف هذيك اللوبيا اللي سبق لي قلت لكم انها مسلوقه، يعني راني سلقتها راها طايبه. دابا غير غنصوطيها، وغادي نزيد شي شويه ديال القزبر ومعدنوس، وغادي نخلط جميع العناصر جيدا حتى المهم تطيب ليا. وغادي نرجع معكم باش غادي ننتقلوا لمكون اخر اللي هو الجزر. ودابا غادي ننتقلوا للجزر. كما كتشوفوا غادي نحتاج الملح، ها هي، غادي نحتاج ابزار، غنحتاج التحميره والقزبر ومعدنوس والثوم والقليل من الزيت النباتيه والزبده بطبيعه الحال. وفي نفس المقلاة اللي صوتيت فيها هذا اللوبيا الخضراء غادي نصايب دابا الجزر. انا درت الزبده، درت الثوم، يعني غادي ندير جميع لي زيبيس اللي قلت لكم دابا. الملح، ها هي، ابزار والتحميره، ها هي كما كتشوفوا معايا. وغادي ندير الربيع، وغادي ندير الجزر. وهنايا كتشوفوني انني نسيت ما ذكرتش لكم الكمون، انا درت تمايا واحد نص معلقه ديال الكمون. وغادي نميلونجي الخليط كامل ونضيف الزيت النباتيه ونضيف عليهم الجزر بطبيعه الحال، وغادي نخلط ونخليه حتى هذا حتى يشرب ليا هذاك التوابل مزيان. وغادي نرجع معكم باش ننتقلوا لحاجه اخرى. وكما كتشوفوا الحبايب ديالي، هنا عندي واحد 400 غرام ديال صدر الدجاج، وعندي لا موطارد، وعندي البودر ديال الثوم، وعندي الثوم، القليل من الثوم المطحون، وعندي الملح، وعندي ابزار كما كتشوفوا، والزيت النباتيه. واللي عندها العطريه ديال الشاورما من الافضل ديرها، انا ما متوفراش عندي ما درتهاش. وغادي نوضعوا هذاك صدر الدجاج اللي مقطع في شي بول، وغادي نحط عليه لا موطارد ديالي، يعني غادي ندير ليه نتبلو. وغادي نضيف الثوم. ومن الافضل هاد باش ترقدوا هاد الدجاج من الافضل تخليوه واحد الساعه ديال المكانه. وغادي نضيف هنايا البودره ديال الثوم والملح والابزار كما غتشوفوا معايا. وغادي ندمج هادوك العناصر جيدا في هذاك لادانت. وغادي ننتقل باش غادي نطيبو. انا غنطيبو لانني انا واقفه عليه دابا، ولكن من الافضل نتوما الا ما كنتوش زربانين يعني تخليوه واحد الساعه ديال المكانه تقريبا، عاد شحروه في المقله. كما كتشوفوا انا من بعد ما دمجته غادي ننتقل باش غادي نديرو في المقلاة تاعي. ومن بعد ما سخنات المقلاة ديالي نتوما كتشوفوا الحبايب ديالي، درت الزيت النباتيه وغادي نضيف واحد القليل من الزبده، غير واحد شويه، يعني كتفتي لينا الدجاج
وغادي نوضع هذاك صدر الدجاج في المقلاة، وكما غتشوفوا معايا كنتسنى على هذيك الزبده على ما تذوب ليا. وها انا غادي نوضع صدر الدجاج وغادي نبقى كندي فيه وكنجيب يعني حتى يطيب، ما تبقاش فيه هذيك ديك لاصوص اللي غيطلق، يعني ما تبقاش حتى توقف ليا ويطيب ونرجع معكم. ودابا الحبايب ديالي غنتقلوا ان شاء الله باش غادي نصايبوا صلصه الفينيغريت. عندي هنايا نص كاس ديال الحامض، عصير الحامض، وعندي نص كاس ديال زيت العود، وعندي الابزار والملح. غادي نوضع هذاك الحامض وغادي نوضع عليه الزيت، وغادي نزيد القليل من الملح على حسب الذوق كما كتشوفوا معايا، وغادي نوضع القليل من الابزار، وغادي نميكسي كلشي كما غتشوفوا معايا. وهكذا كنتحصل على واحد الصلصه ديال لا فينيغريت اللي غادي نصايب بها الخضره الاخرى كما غتشوفوا معايا. وهذه هي الحبايب ديالي الصلصه ديال لا فينيغريت كما كتشوفوا معايا. دابا غادي ناخذ البطاطا اللي سلقت، ها هي دي، وغادي نضيف عليها صلصه الفينيغريت. يعني هاد الصلصه غادي نضيفها للبطاطا، وغادي نضيفها الفلفله، وغادي نضيفها للباربه، يعني نفس الصلصه راني غادي نضيفها كاع الخضر اللي متبقيه عندي اللي شتو عندي في الطبق. غادي نضيف ليها هنايا شويه ديال الربيع، ومن الافضل الا ضفتوا ليها شويه ديال البصل، انا ما ضفتهاش ولكن الا ضفتوها راه كتجي من الاحسن. كما قلت لكم يعني نفس الشيء البقيه الخضر، يعني بلا ما نديروا تكرار في نفس الحاجه. غادي ننتقلوا دابا باش غادي نوجدوا واحد الصلصه اخرى ان شاء الله. ودابا غادي ننتقلوا باش غادي نصايبوا واحد الصلصه كوكتيل اللي غادي نحتاج فيها واحد دانون طبيعي، ونص كاس ديال عصير الحامض، ونص كاس ديال زيت العود، ومايونيز ولا كيتشوب، والملح والابزار كما غتشوفوا معايا. غادي نضيف هذاك الدانون الطبيعي، غادي نضيفو هنايا في نميكسيه. يعني هاد الصلصه هي اللي غادي نجمع بها السلطه ديال الرز كما غتشوفوا معايا. يعني نحاولوا نبدلوا غير مايونيز، كتبقاو نجمعوها غير مايونيز. هاد المره نديروا هاد الصلصه كوكتيل، راه الصراحه راه كتجي خطيره وزوينه في المذاق، غير جربوها راه غادي تعجبكم. من بعد ما ضفت دانون طبيعي غادي نضيف هذا الحامض كما كتشوفوا، يعني جميع العناصر غادي نضيفهم. يعني غنضيف الحامض وغنضيف الزيت. هنايا راه بالنسبه للحامض راه ما غاديش نضيف ديك الكميه كامله، واخا ذكرت لكم نص كاس راني درت تقريبا فيها واحد 2 معالق ولا 3. وغادي نضيف الكيتشوب كما غتشوفوا معايا، يعني غادي نعبروا لكم بالمعلقه. يعني غادي ندير واحد 4 ديال المعالق ديال هذا الكيتشوب، و3 ديال المايونيز، وشويه ديال الابزار، وشويه ديال الملح، وغادي نميكسي كلشي بلا ميكسور ديالي كما غتشوفوا معايا. وها هي الصلصه كوكتيل ديال اللي كنتحصل عليها هي هذه. يعني راني سرعت الفيديو، يعني راني شرحت لكم داكشي كامل اللي درت. دابا غادي ننتقلوا باش غادي ناخذوا الرز ديالنا اللي سبق لينا وسلقناه. انا عندي الكميه هنايا ديال الرز هي نص كيلو اللي راني سلقتها، وعندي 2 علب ديال المايز غادي نضيفهم على هذاك الرز كما كتشوفوا معايا، و2 علب ديال هاد السمك المعلب ديال ايزابيل. يعني انا كنفضل هاد ايزابيل لانه كيكون بنين على هذاك اللوكوس هذا. حاولوا ديروا هذا في السلطه كيعطيه واحد المذاق ولا اروع. وغادي نضيف واحد الفلفله حمراء اللي شوطتها وقطعتها المربعات كما غتشوفوا معايا. هيا غادي نضيفها دابا، وغادي نجمع الكل بهذيك الصلصه كوكتيل اللي حضرت معكم. يعني حتى هاد المرحله راها باينه، ما كاين لاش نزيد نطول عليكم.
يعني باش يجي الفيديو خفيف ظريف. غادي نميلونجي كلشي العناصر وغادي نزيد هذيك الصلصه كوكتيل كما غتشوفوا معايا حتى نتحصل على واحد الخليط اللي يكون مندمج. راه هذيك الكميه كامله غنضيفها هانتوما كما غتشوفوا معايا. غادي نحاول نسرعو ونخليكم تشوفوه مسرع. ودابا الحبايب ديالي غادي ننتقلوا للعمره ديال الاناناس. من بعد ما غسلت ديك الاناناسه راني حيدت منها هذاك الاناناس وقطعته مربعات، وزدت واحد جوج تفاحات اللي قطعتهم حتى هما مربعات ودرت لهم الحامض باش ما يكحالش ليا، وواحد 100 غرام ديال الزبيب، ودرت جوج معالق ديال الكيتشوب ومعلقه ديال المايونيز وشويه ديال الابزار وشويه ديال الحامض. وغادي نحاول نخلط العناصر جيدا كما غتشوفوا. وننتقلوا للخبز تاكوس كما غتشوفوا انا خديته هنا جاهز وحاولت نقطعه بواحد السيركل اللي يكون دائري ودهنته بلا مايونيز ودرت واحد الطريف ديال الخس ودرت هذاك لاداند اللي طيبت معاكم وكنحاول نجمعه كما كتشوفوا. كندير ليه واحد المقيبط وكيجيني بهذا الشكل. وبنفس الطريقه البنات انا تحصلت على هذاك الخبيزات معمرين. ودابا غادي ننتقلوا باش غادي نتريسيو. درت الخس من بعد ما غسلته درته في الجناب وخديت هذاك اناناس وهذيك العماره عمرت بها الاناناس اللي خويت كما كتشوفوا. يعني راه كيجي واحد الخلطه وواحد المذاق فيه يا سلام كيجي زويون. ودابا غادي نحاول بعد ما عمرته ننتقل باش غادي نوضع واحد الزلافه في الوسط باش غادي نعرف الوسط ديال الطبق، وغادي ندهن الزلافه ديالي بالقليل من الزيت وغادي نعمرها بهذاك الخليط ديال الرز كما كتشوفوا ها هو. وغادي نحاول نحطو بهذا الشكل. يعني غادي نحط 4 وحده هنايا في الطرف وحده في كل جنب غيكونوا فيه جوج كما كتلاحظوا معايا. انا غادي نحاول نخلي لكم الفيديو كما هو كما غتشوفوا معايا. وهذيك الخضره اللي سبق ليا وصاغبت معاكم بحال اللوبيا مثلا، يعني نتوما غادي تشوفوا الاماكن اللي غتحطوا. بحال انا هنايا حطيت اللوبيا هنايا في الاطراف ب4 كما كتشوفوا. هانتوما غادي نخلي لكم الفيديو كما هو. وحاولوا تحطوا بحال مثلا اللوبيا مغلوقه ديروا حداها واحد الخضر اللي تكون مفتوح اللون ديالها. انا وضعت الجزر كما غتشوفوا معايا ولا كما كتشوفوا معايا. ودابا غادي نوضع البطاطس كما كتشوفوا وغادي نوضع هذا الباربه عفوا كما كتشوفوا. وغادي نحط في هاد الجنيبات الفلفله. يعني نتوما غادي تحاولوا تعمروا الطبق ديالكم، اما غديروا حامض اللي غادي تقطعوه، يعني جميع الفراغات خصهم يجيو ما باينينش في الطبق. هنايا حطيت القليل من الفلفله الحمراء فوق الرز. وها انا حطيت هنايا الطبق ديال الخبز اللي عمرت لي ميني تاكوس. وكما كتشوفوا هذه هي السلطه ديالنا، يعني من حاجه اللي متوفره عندنا في البيت. حضرنا واحد السلطه اللي زوين وتنهلاو لكم بسلامه.